مساء الفل. كلمتين عن ماتش الاهلي آه، اللي يحرق الدم. اول حاجه انا حاسس ان المدرب كابتن ريبيرو ولا ريفيرو ده، حاسس ان هو لسه واخد اتيتيود المباراه الوديه بتاعت باتشوكو ولا باتشوكا. هو لسه بيجرب ولسه بيبدل تبديلات عشوائيه، انا ما فهمتهاش فكره ان هو يطلع زيزو او ينزل زيزو بعد ما امام عاشور ربنا يشفيه طلع، وفي الاخر يروح مطلع زيزو مع انه اداؤه كان كويس. وينزله تاني ويخرجه تاني وينزل قفشه. دي الحاجه التانية، اللقطه بتاعت تريزيجيه. اتمنى ان انا اشوف خبر اليومين اللي جايين يقول ان هو اتعاقب، واشوف حتى ده موجود في الماتش الجاي في كاس العالم، لان يعني دي اهم حاجه بتميز النادي الاهلي عندي. فيوم ما يفقدها هيبقى فقد كتير قوي، ايه من الهاله اللي هو راسمها، من الحاله اللي هو عاملها، فكره الاداره القويه وان مفيش حد فوق الكلام اللي بيتقال او الاوامر اللي بتعطى، لان الشكل وهم بيكلموه كان سخيف. آم، ماتش جيد جدا لياسر ابراهيم، بشوفه ابدع مع انه كل شويه بيزعق، ما فهمتش هو بيزعق لمين او بيزعق ليه، بس لا ماتش جيد جدا. وسام طلع كوره، يعني هو جون مؤكد، ما اعرفش محدش اتكلم عنها ليه. يعني وسام شال كوره من على خط المرمى عندنا، يعني بصراحه ياخد فيها رجل المباراه. يعني هتدونا أنا التقييم اديله هو رجل المباراه، لانه كان خلاص كان هو جون وشكرا على كده. ضيعنا من ايدينا فرصه آه، فرصه فوز سهل جدا، مش الفريق المرعب خالص ولا الفريق القوي خالص يعني. بعدين شكرا 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 للجمهور. انت قاعد في استاد القاهرة، انت مش قاعد هناك في امريكا ولا حاسس بالغربة خالص يعني. ده انت هنا وبيجي لك اعداد اقل من اللي راحت هناك. فبرضو باكد ان الجمهور هو اللعيب رقم واحد. ايه تاني اللقطات اللي انا كنت عايز اتكلم عنها؟ اه، الشناوي بطل، بطل الملحمة. آه، والمفروض على الجانب الاخر الحارس المرمى بتاعهم، يعني اول ما سمعنا ان هو من نقاط الضعف الفريق، لكن لقينا كده ان الموضوع لا، ده كان شبح، كان نينجا خالص. او احنا اللي بنلعب غلط، او احنا اللي كنت معظم كورنا كانت ضعيفة، او كنا خايفين او مش مصدقين ان احنا ممكن نكسب